سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ولا عدوان إلا على الظالمين. اشرح صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إني أعلم اللهم علمنا ما ينفعنا وارحمنا وعافنا الصالحين. أحباب الشعار أصل لكم حديثين صوتهما من سنن الترمذي رواهما بسند حسن صحيح أصل مصطلحي، ونحاول أن نربط من خلال الشعار بين القراءة وبين الصحبة. أسأل الله تعالى عز وجل أن يتجسد فينا كلام الله سبحانه وتعالى عز وجل ونكون من أهله وخاصته. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارقى ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول: يا ربي حلي، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول: يا ربي زده، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول: يا ربي ارضى عنه. القرآن يتكلم فيقال: اقرأ وارقى بالهمزة، وزاد ويزاد بكل آية حسنة، ويزاد بكل آية حسنة. القراءة لغة هي الجمع. يقول الراوي الأصفهاني: سمي القرآن قرآنا لكونه جمع ثمرات الكتب أو لأنه جمع العلوم كلها. قل أبو عبيد من علماء اللغة: سمي القرآن قرآنا لأنه جمع السور بعضها إلى بعض. ويقول الهروي: كل شيء جمعته فقد قرأته. كل شيء جمعته فقد قرأته. ماذا في القرآن يجب علينا أن نجمعها؟ نجمع الحروف والآيات والصور ونحفظها عن ظهر قلب. هل هذا كاف في قراءة القرآن؟ أول آية نزلت في القرآن الكريم على رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. تكررت كلمة اقرأ مرتين لأهمية القراءة. ضم جبريل عليه الصلاة والسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهيأ أكثر استقبال القول الثقيل، قولا ثقيلا تندك منه الجبال. لو أن قرآن سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا، أي لكان هذا القرآن. وأنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. كيف قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن؟ لم يجمع صلى الله عليه وسلم آياته وصوره في صدره فحسب،
وإنما تلقى معها نورانيتها وروحانيتها، فانصبغ بالقرآن، فتجسد فيه القرآن. نتذكر حديث مولاتنا عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سئلت عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم صورة مجسدة للقرآن، فهو نور والقرآن نور. تلقى الصحابة رضي الله تعالى عنهم القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة وعلى هذه الشاكلة. لم يتلقوا منه حروف القرآن، وإنما تلقوا منه القرآن كله بمضامينه كلها، فكانوا قرآنيين. اصطبغوا بصبغة القرآن، وظهر أثر القرآن فيهم، كانوا يتفاعلون معه ويتأثرون به. ولا داعي لذكرهم، لا يذكره القرآن عن أحوالهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم لذكر الله. إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. إلى غير ذلك من الآيات التي تبين على أن الصحابة انصهروا بالقرآن وتفاعلوا معه وانفعلوا به، وكانوا قوة قرآنية مجسدة تمشي على وجه الأرض. فرفع الله تعالى ذكره. الآن أمة الإسلام تبحث عن سور النهر والارتقاء، وتطرح مشاريع لهذه النهر، سياسية، اقتصادية، اجتماعية، فكرية، تكنولوجية. فإذا بالنهضة ترتكس وتنتكس وتتردى وتتراجع إلى الوراء، لأن الله سبحانه وتعالى عز وجل أخبرنا في الذكر الحكيم أنه لا رقية ولا نهضة ولا ذكر للمسلمين لمعزل عن القرآن. فقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، ذكر، ورفعنا لك ذكرا. هل الأمة الآن لها ذكر وصيت وجاه ومكانة في المجتمع البشري؟ لا ذكر لها، لأنه وقع انفصام بين القرآن وبين الأمة. أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث التي تتعلق بشروط الساعة الصغرى أنهم يقيمون حروفه ويضيعون حدوده. قامت حرف القرآن هناك والحمد لله تعالى من يحافظوا عليه، هذا أمر سلبي مهم. لكن قامت حدود القرآن إذا بدأت الانتكاسة لما افترق القرآن والسلطان، كما أخبر صلى الله عليه وسلم على أن القرآن والسلطان سيفترقان، فلا تفارق القرآن ودوروا مع القرآن حيث. فلا ذكر للأمة بدون الاعتماد على كتاب الله سبحانه وتعالى عز وجل. هناك من يقرأ القرآن، الأمة والحمد لله تعالى ما زال فيها كثير من القرآن،
لماذا لا نرى أثر للارتقاء بهذا القرآن؟ لأن أجهزة التلقي للقرآن معطلة، حصل فيها عطل إن صح هذا التعبير. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا كان جهاز التلقي معطلا وهو القلب، القرآن بدل من أن يرتقي به يهوي به إلى دركات البعد عن الله سبحانه وتعالى عز وجل. أكثر منافقي هذه الأمة قراؤها، حديث رواه أحمد. أكثر منافقي هذه الأمة قراؤها، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار. إن الله لا يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. المؤمنون يزيدهم هدى وإيمانا، والكفار والمنافقون يزيدهم خسرانا وضلالا. القرآن تلقاه المسلمون بأجهزة طاهرة صافية نقية، فبنى شخصيتهم ودفعهم إلى الرقي في جميع المجالات في فترة تاريخية وجيزة، حتى على المستوى المادي الذي يترجح به الآن يعني الغربيون علينا. المسلمون هم الذين أثروا ووضعوا الأصول والقواعد انطلاقا من القرآن. الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. هذه الأجهزة السمع، ولدينا نحن نتحدث في علومنا عن السمعيات، منها اللغويات ومنها الدينيات، يسمونها علماؤنا بالسمعيات. السمع يأخذ عن طريق السمع، معناه ليس هي عقليات، هناك السمعيات. السمع والأبصار العلوم التجريبية، الملاحظة وتكرار الملاحظة وإعادة التجريب. فأنشأ المسلمون هذه العلوم التجريبية التي ظن الكفار عليها ووصلوا إلى ما وصلوا إليه. يجب أن يجتمع لأجل أن ننفعل نحن بالقرآن، أن تكون هذه الأجهزة كلها صالحة. السمع، الله تعالى عز وجل ألقى السمع وهو إلا من ألقى السمع وهو شهيد. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. استمعوا له وأنصتوا، وهو شهيد حضور القلب. القلب المشتت القراءة لا تزيده إلا تشتتا، والقلب المنجمع الله تعالى عز وجل يزيده القرآن ارتباطا بالله سبحانه وتعالى عز وجل. فما هو السبيل لإصلاح هذه الأجهزة في نفوسنا؟ أنا قلت في بداية هذه الكلمة أنه لا سبيل إلى القرآن إلا عن طريق الصحبة، إلى الغوص عن كنوز القرآن وليس إلى حرف القرآن. وإلا القرآن يقرأه المستشرقون ويدرسونه في جامعاتهم ويحفظه الشيطان ومنافق الأمة يرددونه وصباح مساء ولا ينتفعون به. رب قارئ إلى القرآن والقرآن يلعنه.
الصحبة هي الطريق إلى تقمص القرآن تقمصا كليا. ماذا تعني الصحبة؟ ماذا يذكر بالصحبة؟ الصحبة وارث نبوي، والنبوة تجسيد للقرآن. فإذا ارتبطت أنت بالمصحوب، وغاية المصحوب أن يربطك برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا ارتبطت برسول الله صلى الله عليه وسلم معنى أنك ارتبطت بكتاب الله سبحانه وتعالى عز وجل، فأصبح نور القرآن يتجسد فيه. فإذا قرأت القرآن آنذاك أعطى أكله وثمرته. فنحتاج إلى من يقول لنا اقرأ بالطريقة التي قالها جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالطريقة التي قالها رسول الله للصحابة. سيدنا عمر سمع أحد الصحابة يقرأ القرآن على غير الطريقة التي أقرأها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ بتلاميذه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا يقرأ القرآن على غير الطريقة التي أقرأت ليها، إن كان يقرأه بالقرآن. فيأخذون منه نص القرآن وروحانية القرآن ونور القرآن، وهذا نور القرآن يسري في قلوبهم فينعكس على جوارحهم، كما قال الإمام البصري رحمه الله: إذا حلت الهداية قلبا نشطت للعبادة الأعضاء. إذا حلت هداية القرآن في القلب نشطت للعبادة الأعضاء، فيتحرك الإنسان في الحياة العامة وهو يمثل نور الله سبحانه وتعالى عز وجل، وكل من أحبه وارتقى به أشع عليه بنور القرآن. والسبيل إلى ذلك هو تعميق الصحبة. إذا القراءة التي نريدها هي قراءة في حفظ الصحبة، حتى لا تزيدنا القراءة بعدا عن الله سبحانه وتعالى عز وجل. الغربيون قرأوا صفحات الكون، اكتشفوا أسرارها، ولكن أنهم عطلوا الفؤاد وجعل لكم السمع والأبصار أفئدة لم ينتفعوا، زادتهم قراءتهم للكون بعدا عن الله تعالى وانحدارا في مهاوي الحيوانية والبهيمية، بدل من أن يرتفعوا بقراءتهم إلى الكرامة الآدمية. إذا تطهر القلب عن طريق التربية تأهل الإنسان لأن يأخذ القرآن. ومن هنا كانت طريقة الصحابة في تعلم القرآن أن يتعلموا الإيمان قبل أنهم تعلموا الإيمان قبل القرآن. حديث سيدنا الله بن عمر رضي الله تعالى عنه: أوتينا الإيمان قبل القرآن وأنتم أوتيتم القرآن قبل الإيمان فتنصرونه نصرا. ولا نريد أن نكون ممن لا يتجاوز القرآن حناجرهم من نماذج الخوارج: يقرؤون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم. يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم، لأنه لم ينفذ إلى أعماق النفوس، إلى أعماق القلب، ليتأثر القلب بهذا القرآن. القرآن يلاد على الألسنة ولم يجد منفذا. لماذا؟ لأن هناك حاجز. القرآن نور والقلب مظلم، فأنا يجتمع النور والظلم؟ لا يمسه إلا المطهرون، سواء في اللوح المحفوظ أو القرآن. ومن باب الإشارة أن معاني القرآن لا تمس
القلب غير الطاهر. إذا كان الله تعالى فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم اشترط في المصحف طهارة الظاهر، لا يمس المصحف إلا طاهر، حديث مروي عن سيدنا علي لا يمس المصحف إلا طاهر. ومن باب أولى وأحرى أن تكون الطهارة الباطنية مشروطة في مس المصحف، طهارة القلب. فإذا تطهر القلب أصبح القرآن سلما للرقي والارتقاء. القرآن سبيل الارتقاء. هذا نأخذه من واقع المسلمين الذين عاشوه، كيف لما تفاعلوا مع القرآن وتأثروا به كيف حققوا دولة القرآن. ومشروعنا نحن كذلك هو مشروع إعادة دولة القرآن. وقد كان أخونا المرشد حفظه الله كتب كتابا ضخما بهذا العنوان، ونظرا لضخامته الإخوان كل مرة يقتطفون منه الكتب التي تنشر. ومشروعنا إقامة دولة القرآن. ودولة القرآن لا تعني أن الأمة تشتغل فقط بقراءة القرآن، لأن القرآن هو الذي سيدفعها إلى الاشتغال بالعلوم الأخرى كما دفع المسلمين في السابق. علوم اللغة العربية، جميع العلوم، لماذا ابتكرها المسلمون؟ ابتكرها لخدمة القرآن، لخدمة دولة القرآن، ولخدمة أمة القرآن، ولخدمة القرآن. القراءة إما أن تكون قراءة للقرآن أو قراءة لما يخدم القرآن. تعلم العلوم لخدمة القرآن. الآن رفعت شعارات لصد المسلمين عن دينهم. الأدب للأدب، والعلم للعلم، والفن للفن. هذه الشعارات ماذا تعني؟ أن هناك أصنام مع الله سبحانه وتعالى تتقرب إليها، كأن العلم صنم وكأن الأدب صنم. بدل ما كان الأدب لخدمة الدين لخدمة القرآن أصبح لخدمة الشعر ولخدمة الأدب. بعدما كان العلم لخدمة الدين أصبح هو بذاته صنم يعبد من دون الله تعالى عز وجل. الله تعالى يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. دراستي وعلمي القرآن هو الذي يدفع، يحيل. الآيات القرآنية تحيلك عن الآيات الكونية وتأمرك بالتدبر فيها والتمعن فيها والتعرف عليها. فهو الذي يدفعنا إلى العلوم الأخرى. فقلت عندما نتحدث عن القراءة لا ينبغي أن نفهم القراءة وننكب على كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا المنطلق، هذا البداية، ولكن هو الذي يدفعك إلى أن تتعلم ما يتعلق بعلوم القرآن لتفهم القرآن فهما جيدا، ويدفعك إلى أن تتعلم العلوم التي تبني فيها أمة القرآن ودولة القرآن. وبهذا نحقق الارتقاء المادي على مستوى الخلافة الإسلامية إن شاء الله تعالى، على مستوى العدل، على مستوى الإحسان الإيمان كل واحد منهم. فأنت إن قرأت القرآن معنى أنك ستصبح من أهل الله وخاصته، جعل الله إياكم من أهله وخاصته. وأهل الإنسان وخاصة الإنسان هم أقرب الناس إليه وأحب الناس إليه، لأنهم أهله وخاصته. لاحظ أيها الإخوان كيف أن القرآن يقربك من الله سبحانه وتعالى عز وجل. إذن اقرأ وارقى.
القرآن حبل الله سبحانه وتعالى عز وجل، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والتمسك بالحبل معناه الصعود ومعناه ارتقاء إلى الله سبحانه وتعالى عز وجل. كلما قرأت القرآن ارتقيت في السيرة وتقربت إلى الله سبحانه وتعالى عز وجل وكنت قريبا منه. القرآن فيه مناجاة بينك وبين الحق، والمناجاة غير المنادات. من يناجى من هو أقرب الناس، تناجي من هو أقرب الناس إليك. الصحابة رضي الله تعالى عنهم في سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم في الطريق بالجهاد، قالوا له هل ربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ النداء للبعيد فلان يا هنا، والمناجاة كلام خافت سر. لماذا؟ لأن الذي تحدثه وتناجيه هو قريب منه. فأنت عندما تقرأ القرآن لا تنادي الله تعالى عز وجل، وإنما تناجيه لتكون قريبا منه. أقرب الناس إلى الله تعالى منهم هم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وأقربهم من الأنبياء هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت إن حفظت القرآن فقد ضمنت النبوة بين جنبيك، وبالتالي تكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، إلا أنه لا يوحى إليه. فرق بينك وبين النبي أن يعني خط اتصال الوحي قطع، ولكن النبوة برمتها ضمنتها في صدرك، ولكن ليس ضمن المنافق والكافر في القرآن، يعني ضمن النبوة بين الصدرين، يعني نصا وروحا ونورا، وليس حرفا فقط. حينما نقرأ القرآن اسمه الله تعالى ذكر، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فهو ذكر، معنى أنك عندما تقرأ القرآن أنت تجول في أسماء الله تعالى وصفاته وأفعاله. ماذا في القرآن؟ لا يتحدث عن نفسه ويتحدث عن فعله، أفعل كذا وأفعل كذا وأمر بكذا وأمر بكذا. إذن القرآن تجسيد لأسماء الله تعالى وصفاته. كلمة لجعفر الصادق رحمه الله رضي الله تعالى عنه، يقول والله لقد تجلى الله لخلقه في كلامه ولكنهم لا يبصرون. والله لقد تجلى الله لخلقه في كلامه ولكنهم لا يبصرون. فهل عندما نقرأ القرآن نستحضر أن الله قريب منا، نناجيه وننعيه وينظر إلينا ويسمع لنا والله تعالى كما جاء في الحديث والله أشد أذنا إلى قارئ القرآن من صاحب القينة إلى قينته. حديث عند محبة صاحب محبة. لله أشد أذنا لله أشد أذنا إلى قارئ القرآن من صاحب القينة المغنية الجارية إلى مغنيته. شو ترى شي واحد مثلا كيقرا شي واحد جالس كيسمعك كتحاول كتحسن القراءة ديالو لأنك كيشوفك. إذا كان الإنسان كيستحضر الله تعالى عز وجل معاه كيسمعوا وينصتوا إليه فكيف يعرض عنه بقلبه ويهتمون بأمر آخر؟ ولا عجب نقرأ في حياة سلف الصالح رضي الله تعالى عنهم
إنما يكونون في مناجاة الله سبحانه وتعالى عز وجل، تحدث أمور قد تشيب لها البلدان ولا يتأثرون بما يجري حولهم، أنهم يعيشوا الاستغراق الكلي والحضور الكلي مع الله سبحانه وتعالى عز وجل. عروة بن الزبير الذي قطعت رجله اختار وقت الصلاة من أجل أن يمارس على العملية الجراحية لقطع الرجل. من حلاوة المناجاة جعلته لا يتأثر بألم قطع الرجل. لكن كان يصلي والمسجد يسقط ولم يبقي له بالا. عباد بن بشر رضي الله تعالى عنه وارضاه، هو عمار بن ياسر كلفه عمر صلى الله عليه وسلم بحراسة المسلمين في غزوة من الغزوات في الليل، فقام عباد بن بشر يحرس ويصلي، وجاء أحد المشركين وعرف أنه من المسلمين فأخذ سهامه وصوبوها تجاهه سهم بعد سهم 3 أسهم، خاف أن يلفظ أنفاسه، أن تزهق روحه ويترك المسلمين بلا حراسة. سلم وأيقظ صاحبه وجده ملطخا بالدماء. لماذا لم تلقوني في الذرة الأولى؟ قسم له بالله لولا أن مخافة أن يخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويترك المسلمين بلا حراسة ما قطع القرآن السورة التي يقرأها حتى ينتهي منها أو حتى يتزهق روحه، لكن مخافة أن يخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أيقظ صاحبه عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه. إذن كانوا هم يعيشون مع الله سبحانه وتعالى عز وجل، لا يبالون بمن حولهم. إذن فقراءة القرآن هي صلة متصلة بالله، صلة دائمة بالله سبحانه وتعالى عز وجل، لأن القرآن يتجلى فيه الله تعالى عز وجل بأسمائه وصفاته، والأول والآخر والظاهر والباطن، الباطن بذاته والظاهر بأسمائه وصفاته. القرآن، قراءة القرآن ترجعك إلى أصلك. لما خلق الله تعالى الإنسان روحا، كانت هذه الروح مؤمنة طائعة عابدة شاكرة في عالم الذر في يوم ألست بربكم. جيء بها إلى هذا الجسم، اكتسبت صفات أخرى من الشهوات، أصبحت نفسا. وقراءة القرآن تطهرك، ولكن لا بد من أن يكون هناك رصيد من الإيمان، كما أشرت في السابق، لتزداد إيمانا. فعندما يقرأ الإنسان معنى أن هذه القراءة ترجعه إلى نقائه، إلى أصله، إلى فطرته، نور على نور، يلتقي نور القرآن مع نور الفطرة، ويصبح الإنسان نورا مضاعف، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم نورا، وجعل في قلبي نور، وفي سري نور، وفي بصري نور، وعن يميني نور، وعن شمالي نور. اسم الله تعالى عز وجل القرآن اسمه شفاء، هدى، رحمة، سكينة، نور، بيان، موعظة، بصائر. وكلما أكثر الإنسان من قراءة القرآن ازداد ارتباطا به. لماذا؟ لأن الأصل دائما يشتاق إلى أصله، لا يمكن أن يفك عنه. لماذا نحن نرتبط أكثر؟ لأن جاذبية الطين أحيانا تكون أقوى من أشواق الروح. فإذا تغلبت أشواق الروح على الجاذبية
الطينية أصبحنا لا نطيق الوقوف عن ذكر الله وعن قراءة القرآن. يقول سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه: والله لو صفت نفوسنا ما شبعت من كلام ربنا. لو كانت النفوس طاهرة لا يمكنها أن تشبع من كلام الله سبحانه وتعالى عز وجل. الإنسان يحن إلى مصدره، إلى الرجوع إلى أصله، ولهذا بدل من أن يرتبط بالدنيا تراه يعزف عنها. يقول أحد الصالحين وهو الحسن البصري رضي الله تعالى يقول رحمه الله: والله ما أصبح اليوم عبد يتلو القرآن يؤمن به إلا كثر حزنه وقل فرحه وكثر بكاؤه وقل ضحكه وكثر نصبه وشغله وقلت راحته وبطارته. إذن هو يعيش الضيقة في الدنيا ويستعد للرجوع إلى أصله، يشتاق إلى أصله ويتهيئ لهذا الرجوع، فيكثر حزنه ويكثر بكاؤه ويكثر نصبه وشغله. عالم الروح لا تتحكم فيه المادة. طاقة الروح هي طاقة قوية أعطاها الله تعالى من القوة ما لا يخطر على بال. وكلما طهرت النفس وتنور القلب أصبح القلب مرآة ينكشف لها كل ما يمكن أن ينكشف من كون الله سبحانه وتعالى عز وجل. يقول سليمان الداراني رحمه الله: إن القلوب إذا اجتمعت على التقوى جالت في الملكوت ورجعت إلى أصحابها بطرف الفوائد من غير أن يؤدي إليها عالم علما. وهذا الحمد لله تعالى نشاهده فيما يراه إخواننا من المشاهدات، إن القلوب إذا اجتمعت على التقوى جالت في الملكوت. وعالم الملك الملكوت ليس هو عالم الملك، عالم الملك هو عالم الشرع، وعالم الملكوت هو عالم الغيب. جالت في الملكوت ورجعت إلى أصحابها بطرف الفوائد من غير أن يؤدي إليها عالم علما. معناه أنه علم الوهبي، علم لدني، وليس علم مكتسب. اتقوا الله ويعلمكم الله. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. من عمل بما علم علمه الله ما لم يعلم. اتقوا الله ويعلمكم الله. هذه هو الحال وهو المصاحبة. معناه أن العلم ماشي نتيجة، ماشي حتى تخدم عاد تخلص. لا، أنت كتخدم وأنت كتخلص. أنت تتقي الله تعالى وأنت تزداد علما. يعني لا يعني أن حتى تتم التقوى بعد ذلك تأتي نتيجة العلم. أثناء مسيرتك في عالم التقوى تنفتح لك العوالم كلها. القرآن إذن رقي وارتقاء بالنفس البشرية لتكون لله ولله مع الله. إذا كان الإنسان يقرأ القرآن بسم الله، اقرأ بسم الله. وإذا كان الإنسان يقرأ القرآن وقد طهرته أنامل الصحبة وهيئته للنور القرآن. أما إن كان القلب منفوس والعياذ بالله فلن تزيده قراءة القرآن إلا خسارة وضلالا مبينا، نعوذ بالله تعالى
من ذلك. يقول هذا الارتقاء في الدنيا والآخرة. الحديث يتحدث عن الارتقاء في الآخرة. الدنيا هي صورة مصغرة لعالم الآخرة. لعالم الآخرة. كيف الله تعالى رفع بالقرآن أقواما ووضع به آخرين، نشاهد ذلك وشاهدناه على التاريخ. هذا القرآن نحن أحوج ما نكون إليه في ظرفنا الحالي، فهو سلاح لمواجهة العدو، فهو حصن حصين من جميع الأعداء. يقول الله سبحانه وتعالى في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نشرح الآية وإنما نعيش في ضلالها، نترك شرح القرآن للمفسرين. يقول الله تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا. يجب أن نستفيد من الآية من جهتين: جهة أن القرآن حصن، إذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، الحصن الشياطين والكفار من كذا. ونستحضر حادثة رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة ذهب وجميل ذهبت تبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في يدها فهم، يعني حجرة مخمط تريد أن تقذفه بها، ودخلت عليه وهو مع أبو بكر الصديق: أين صاحبك؟ أين المذمم؟ فانطلق: وجعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاب مستورا. إذن فكل له نسبة من وراثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ القرآن، جعل الله بينه وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاب مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا. ما نستفيد نحن من هذه الآية هو أن نخاف. ها نحن نقرأ القرآن، فهل يدخل نور القرآن إلى قلوبنا أم على قلوبنا أكنة وفي آذاننا وقرا؟ كيف نستمع للقرآن؟ ننفعل به ونصغي له ونتأثر به أم ينطبق علينا والعياذ بالله؟ اقتربت الساعة، اقترب الناس حسابهم ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدثين إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم، خطير، تهديد خطير. الشكل جلدة القرآن على نفسي، يعني سيقرأ القرآن القلب سايح والفكر يشتت شرعا. لاهية القلوب وفي آذانهم وقر. إذن لابد من تطهير هذا القلب وتأهيله ليعرف من بحر القرآن، من نور القرآن، من معين القرآن. فهو حصن وهو سلاح، وجاهدهم به جهادا كبيرا. أكبر قوة، أكبر سلاح أعطاه الله تعالى المسلمين، وجاهدهم به جهادا كبيرا. المنافق لماذا؟ لأنه حق، والكفر ومن يمثله باطل. الله تعالى يقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. الأحباب، الساعة انتهت، لا أريد أن أختم هذه الكلمة إلا بدعوة نفسي ودعوة إخواني إلى التعامل مع القرآن بالطريقة التي تعامل معها الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ذكرت بعض الآيات
الصحابة كانوا يتلقون القرآن. سيدنا أبو بكر الصديق كلما قرأ القرآن بكى. إن أبا بكر رجل بكاء لا يبكي بكاء. وبعض الصالحين لما يقرأ الله تعالى ويخرون حر سجدا وبكيا فيقول ها هو السجود فأين المضطر. ونحوها نحن كذلك أن نردد كلمة عندما نسجد سجود تلاوة ونقول يا رب هذا السجود فأين المضطر. وأن نتلقى القرآن كما تلقاه الصحابة كما عبر عن ذلك السيد قطب رحمه الله سماهم الجيل الفريد الذي كان يتلقى القرآن بنية التلفيق ينفعلون به. تلقوا القرآن بنية التلفيق. ويجب أن نكون جماعة القرآن. الوارد إلينا أول ما نعلمه القرآن. وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقرأ في السيرة النبوية كان إذا هاجر رجل دفعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل من أصحابه يعلمه القرآن. كان إذا هاجر رجل دفعه إلى رجل من الصحابة يعلمه القرآن. القرآن انطلق وبنوا المجتمع المدني والمثالي الذي إن شاء الله تعالى سننسج أعلام الوالي إن شاء الله تعالى في غد الخلافة الثانية إن شاء الله تعالى عز وجل. إذا كلما هاجر رجل ماذا يعلمونه القرآن إليه. تصور يعني شو يكون السكان ديال المدينة آنذاك. المعركتين حصدت كل معركة 70 من حفظة القرآن. معركة القراء الذين بعث الله صلى الله عليه وسلم إلى قبائل إخوان عصية عصت الله ورسوله وغدروا بهم وغدروهم عن آخره. 70 من حفظة كتاب الله تعالى عز وجل حصلوا حسنا دفعة واحد في موقعة اليمامة وحروب الردة مع مسلمة الكذاب. استشهد 70 من حفظة كتاب الله سبحانه وتعالى. كان هذا هو السبب الذي دفع أبو بكر الصديق لجمع القرآن، لأن الموت استفحش بالصحابة رضي الله تعالى عنهم. يعني عدد الصحابة قليل إذ النسبة كبيرة جدا ممن حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى عز وجل. وسهل الله لهم هذا الحفظ لأن أدوات التلقي كانت جاهزة، كانت مهيئة. وهذه تجربة راح تتكرر الحمد لله تعالى في الرباطات القرآنية في الاعتكافات القرآنية. كثير من الإخوان حفظوا 20 حزب في 40 يوم، 15 حزب في 40 يوم. هذا تحتم رقم قياسي بالنسبة لنا، لأن الرباط يهيئ الكينونة الإنسانية لتستقبل أنوار القرآن وحرف القرآن. إذن في الوارد إلينا كيف نعلمه القرآن. إذن فاقد الشيء لا يعطيه. إذن احنا أصلا نكب على كتاب الله سبحانه وتعالى حفظا وفهما وتدبرا ودعوة إلى القرآن حتى لا نقف على يوم القيامة موقف الصعب، وأن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم الخصم الله تعالى هو الحكم. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا حفظا، مهجورا قراءة، مهجورا تطبيقا، مهجورا دعوة إليه. نعوذ بالله. نسأل الله تعالى عز وجل
يجعلنا من أهل القرآن يجعلنا من يقرؤون القرآن فيرقون ولا يقرؤون القرآن فيشقون. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحان الله وبحمده. أعطوا